كده انا خلصت الوردة بالشكل ده. هطلع على دي هنا واحط عليها برضو 3 لولات. بصوا هي هتبقى ماشية سلسال ورا بعضها. تمام. المهم ان انا الاماكن اللي بحط فيها بخليها غرزة رباعية 4 اركان. ادي 1 2 3 ادي 4. بقيتهم لا، احنا مجرد ان احنا بنحط الكمثرى بس، وهي هتبدأ تكمل بعضها. ممكن تشتغليها بره صفوف. تمام. يعني ممكن تشتغليها بره صفوف وتجمعيهم مع بعضهم، بس وانتي بتجمعيهم برضو هتخلي بالك. اهي انا طلعتها، مطلعتش بقى الفتلة بتاعتي من فوق من هنا، انا خليتها من الجنب من هنا عشان اكمل بيها. اقفل الوردة اللي هنا، هتبقى وردة تحت وردة من فوق. ماشي. وهاخد كمثرى الاتنين اهمت زي ما احنا بنبدأ عادي في وش بعض، وهعدي منها اهي. تمام. واعدي عادي خالص مكان ما انا هنزل اهو بالشكل ده اهي. تمام. وهاخد كمثرية. ماشي. وادي اللولاية، وهنزل من فوق لتحت. انا هخش بالخيط بتاعي الناحية التانية مش هنا، عشان اقفل هنا والخيط بتاعي يجيلي من بره. يعني هعدي اهو من دي، مش من دي، من هنا. لو انت حابة تعمليها صفوف بالعدد اللي انت عايزاه وبعد كده تشبكيها، مفيش مشكلة، تنفع. هعدي من اللولاية اللي في الوردة اهي اللي انا لسه مخلصاها. تمام اهي. وهاخد كمثرية واحدة من فوق اللي هي الحتة التخينة لتحت، واعدي هنا اهي. نركز سوا اهي. تمام. وبعد كده هعدي تاني اهو. كده احنا نعتبر زي كأننا بنكمل الحاجات الناقصة، لان في عندنا لولي بقى مشترك، بقى ليه مكان. يعني ممكن باخد الكمثرية بس اهي، هاخد الكمثرية بس اهي، وهاخد اللولاية بتاعتها اهي من فوق. تمام. وانزل من فوق لتحت. طبعا هي مجرد بس ما هتعملي واحدتين ان شاء الله تركز معاكي. واعدي اهو من الكمثرية، وادي اللولاية بتاعت الغرزة الجديدة موجودة، هعدي منها واخد كمثرية من فوق لتحت اهي، من الحتة اللي هي التخينة لتحت، واعدي برضو اهي من تحت لفوق اهي. واعدي من هنا من اللولاية وانزل اهي. عديت من اللولاية وهنزل من الكمثرية اللي جنبها. كده بقى معايا كام؟ ادي 1 2 3 4 5 ادي 6. هاخد كمثرية عشان الفتلة طالعة عندي من تحت، وادي اللولاية بتاعتها موجودة عندي فوق. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنقفل شغل. خلاص هو الاساس عندي الدور الاولاني، فيما بعد خلاص بقى تقفيل شغل. وردة ممكن تلاقي جزء منها موجود في الجنب وموجود فوق. المهم ان انا اركز بس اروح فين واجي منين. تمام. واربع اتجاهات الوردة هم اللي بيبقوا فيهم عندي الغرزة الرباعية، ما انساش الحكاية دي ابدا. تمام اهي. ادي اللولاية موجودة، اعدي منها بالراحة كده. تمام. وهاخد الكمثرية
من فوق اهي، واعدي تاني واعدي من اللولاية كده. بقى عندي كام؟ 2 4 6. ادي كده ال8 بتوعي خلصوا. بس خلصوا انا ايه، الخيط بتاعي طالع من جنب اللولاية، هنزل بيه تحت. تمام اهو، نزلنا بيه تحت اهو. تمام، هضم بيه دي وهطلع بيها اهي، هقفلها واحط لولاية واحدة وانزل تاني بالشكل ده اهو. وهاخد لولاية طبعا عشان احطها في النص بالمرة، عشان ما اضطرش ان انا ارجع تاني بعد ما اخلص شغلي الاقي نفسي بحط لولاية وبقفل وامشي اهو. ادي الخيط بتاعي اهو. طلعني تاني فين؟ عند الغرزة الرباعية اللي تحت. ماشي اهي اهو، طلعني هنا. هقوم عاملة، هكمل على هشتغل عليها. هاخد كمترينتين اتنين، الاتنين اهم عكس بعض. ماشي، واعدي من لولاية. انا قلت اهم حاجة عندي ايه، اركز قوي ان الاربع جناب عندي بيطلعوا لي غرزة رباعية. ممكن تشتغليها يعني، تحاولي انك تركزي وتشتغليها بلونين. هطلعهم من الجنب. الغرزة الجديدة في لولاية ليها اهي، يبقى هعدي منها وهاخد كمتراية بس. طالما طالعة من فوق يبقى هاخد الكمتراية الحتة التخينة من فوق اهي. بس حاول ان انا لازم اقفل وردة وردة. انا ممكن امشي كده عشوائي لو انتي متعودة وعارفة الغرزة، انما طالما لا يعني لسه حكاية الوردات وكده جديدة معانا، يبقى نقفل الوردة وردة اهي. كده عملنا ادي 3. خلاص مفيش حاجة تسند عليها تاني الوردة دي، يبقى هشتغل الشغل بتاعي العادي. اخد الكمتراية من تحت اهي. لو انتي الشغل حاسة انك عارفاه او مستوعباه، ممكن تشتغلي الاربعات دي تبقى هي لون واحد، يعني لون مختلف، فهتلاقيها ظاهرة معاكي قوي بتحطي فين وبتعملي ايه. هي كمان عشان الخرز كله لونه ابيض ممكن يعمل معاكي شوية. تمام، واسهل طريقة انك تعمليها شرايط. تمام، طبعا وتتقفل كلها. لو انت هتعمليها بنفس المقاس مثلا 10 وردات 20 وردة، زي ما حضرتك هتعمليها، تعمليها بالطول بقى اللي انت عايزاه. تمام، وفي الاخر هتتجمع كده كده مع بعضها، وانت بتجمعيها كده هتكملي الوردة. احنا نعمل مع بعض الصف ده. تمام، هو الصف ده على فكرة هيعمل معايا صفين اهي، ادي واحد فوق وواحد تحت. هلاقي نفسي عملت صفين مع بعض، لان انا بطلع مرة لفوق والمرة بنزل بيها لتحت عشان اكمل بقية الوردة. هتلاقي نفسك يا دوبك بتقفلي، يعني دي معاكي ودي معاكي. وانا عارفة ان في ناس ممكن هتستحب ان هي تعملها يا دوبك ايه، زي السطر الاولاني صفوف صفوف وتجمع. واحنا نجربها برضو مع بعض. احنا نخلص ده. تمام، وهعمل صف تاني منفرد لوحده وهوريكم التجميع بتاعه. فممكن ما تبدأوش ان انتوا تشتغلوها بالطريقة دي الا لما تشوفوا الطريقة التانية. يبقى معاكي الطريقتين اللي تريحك فيهم اشتغلي بيها. تمام، كده هو معايا 2 4 6، ادي ال8 عملتهم. هاخد اللولاية واقفل الوردة. تمام، طبعا انا لازم اطلع من هنا عشان اقفلها كمان من تحت وارجع انزل تاني. هنزل تاني، هاخد الخرزاية اللي في النص عندي اللولاية اهي. تمام، هطلع بيها اهو من هنا
بصوا هنا طلعت عندي ازاي قريبة قوي من بعضها. قربها ده لا، يبقى هي فاضل لها اللولية واحدة عشان تقفل معايا الاربع اركان. اهي كده انا عديت اهوت. المهم عندي انا قلت ايه؟ الفينش بتاعي يبقى نضيف. اهي اديني حطيت اللولايه قفلوا معايا الاربعه. اكمل عادي بقى الف كده اهو. انا قلت خيط رفيع. تمام. ليه؟ عشان انا هعدي كذا مره وده لولي. هشتغل الورده بقى بتاعتي عادي زي دي اللي هي هنا. عندي منها ادي 1 2 3 4 ادي 5. 5 مشتركين فيها، والتلاتة اللي باقيين هيتعملوا منفردين. هاخد ادي اللولتين بتوعي اهمت الكمثرى. تمام اهي. عشان ما تتلخبطيش، لو طلع منك الفتلة من الناحية اليمين وشايفة هنا فاضي فممكن تنسي انتي بتشتغلي ايه، يبقى طلعها من الشمال. اهي انا لسه في البداية فعندي حرية الاختيار، واعدي بيها من اللولية. ان انا اخلص الاول الجزء اللي فيه لولي، بعد كده هعرف بقى انا خلصت 2 خلصت 3 خلصت 5، هعرف بقيلي كام. اللي بقيلي هعملهم بقى خلاص من غير ما ابقى قلقانة العدد بتاعي حاجة تبوظ فيه. بالشكل ده. دي ليها اللولية بتاعتها فوق. هنلاحظ واحنا بنشتغل انا هنا عندي دي فيها المربع الغرزة الرباعية، يبقى هتيجي عندي هنا عكس بعض. الرباعية دي هتقفل تحتها واحدة، يبقى جنبها هي اللي بتيجي معايا الغرزة الرباعية ماشية زي زجزاج السلم. اهي ادي في لولية عندي هي هعدي منها. تمام. واخد الكمثرية بتاعتي كده. انا خلصت اللي هما ليهم لولي انا ممكن اخده. تمام. عملوا معايا كام كمثرية؟ ادي 1 2 3 4 عملوا معايا 5. يبقى فاضل عندي 3 غرز اشتغلهم طبيعي، اللي هي الكمثرية واللولاية، او اللولاية والكمثرية حسب اتجاه الخيط ما طالع معايا.